بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وعرض جديد. العرض النهاردة في المهندسين، تحديدا شارع جامعة الدول الرئيسي، الشارع اللي كلنا عارفينه، كلنا بنحبه ولينا ذكريات فيه. الشقة اللي معانا من المساحات الجميلة بتاعت الزمن الجميل، تحميل حلو. هي المساحة 200 متر لكن تحسها 300 متر تحميل ومقاسات دلوقتي. الشقة تشطيبها حلو، تشطيب جديد. الشقة ممتازة من حيث الموقع، ممتازة من حيث المساحة، وكمان سعرها مناسب جدا للكلام الحلو ده. السعر هنقوله في صندوق الوصف. عندنا ايه تاني عايزين نفكركم ان شاء الله قبل ما ندخل كده على الشقة بتاعتنا وعلى العرض بتاعنا. عايزين نفكركم لو عندك عقار عايز تبيعه او عايز تأجره، كلمنا واحنا ان شاء الله نتعاون مع حضرتك ونسرع لك عملية البيع او الشراء او الايجار. عقار ايا كان نوعه وايا كان مكانه، سواء تجاري، عقار تجاري، عقار سكني، عقار إداري، عقار زراعي، عقار صناعي، أيا كان نوع العقار، كلمنا وإحنا إن شاء الله نتعاون معاك ونسرع لك عملية البيع. يلا بينا نشوف العرض اللي معانا. يلا بينا. ده المدخل. الشقة ليها بابين، باب اللي على اليمين ده مطبخ، وده باب الشقة الرئيسي. أرضيات باركيه، أسقف معلقة، جبسون بورد، توزيع إضاءة. ده الريسبشن. هنا ده المطبخ بس الباب بتاعه من داخل الشقة، والباب الخارجي هناك اهو. مساحة كبيرة على شارع جامعة الدول الرئيسي، تصلح سكني أو إداري. ده باب في النص فاصل بين الريسبشن وباقي وحدات الشقة. عندنا هنا دي أوضة ماستر فيها شغل جبسون بورد جميل، أرض بورسلين. هنا ده دريسنج روم، مساحته كبيرة ما شاء الله. تمام. بعد كده حمام برضو تحت التشطيب، ناقص له القعدة. تشطيب حلو. مساحة تقسيم القديم، مفيش تحميل خالص ما شاء الله. دي أوضة كبيرة قوي، ممكن تبقى 7 متر في حاجة كده محترمة، 7 متر في 5 متر مثلا. عظيم. نرجع تاني طرق التوزيع. في أوضة هنا أخيرة أهي. تمام. معلش اعذرونا، الشقة تحت التشطيب. ده حمام يخدم على باقي الشقة، ودي أوضة تانية. هنديكوا التفاصيل في فيديو مستقل مع السعر وباقي الأمور. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نرجو أن يساعدكم هذا العرض على اتخاذ قرار بالشراء، ونوصيكم بدعم القناة. من فضلك اشترك وفعل الجرس، سجل إعجابك بالفيديو، اترك لنا تعليقا، وشارك فيديوهات القناة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.